السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي إن شاء الله يا شباب هنبدأ معاكم منهج الرياضة. احنا كنا وعدنا الطلبة اللي عندنا كلها إن احنا نبدأ ننزل على اليوتيوب، والناس زنت علينا كتير، فإن شاء الله هننزل لكم على اليوتيوب المنهج كله بالترتيب. شرح مبسط، حاجات بسيطة، ما تقرفش نفسك، الدنيا سهلة وبسيطة، ما فيش أي حاجة. إن شاء الله هبتدي معاك المنهج جزئيات جزئيات جزئيات، والدنيا بسيطة. حاول تتابع معانا على القناة. أي استفسار أو أي حاجة عاملين لك لينكات قناة تليجرام تحت، اسأل فيها. إن شاء الله قناة التليجرام هتلاقي عليها مدرسين كتير، دي هدية منا للطلبة كلها، وربنا يكرم إن شاء الله. أول حاجة يا شباب هنتكلم فيها النهاردة طبعا منهج الرياضة في تانية ثانوي. الرياضيات بالمناسبة بتتكلم عن شوية حاجات بسيطة. أول حاجة يا شباب اللي هو التفاضل. والتفاضل ده يا شباب يعتبر منهج جديد وحاجات بسيطة وبسيط جدا، مش قصة يعني. طيب الحاجة التانية حساب المثلثات. الحاجة التالتة طبعا وده أشهر فرع اللي هو مين يا شباب؟ الجبر. طيب احنا لو جينا نتكلم في ايه؟ في الجزئيات دي، دول 3 جزئيات. مبدئيا انا هبدأ النهارده بالفرع السهل البسيط اللي ملوش لازمة، التفاضل، مع ان هو ده فرع جديد على حضرتك. طيب يا مستر يلا نشوف. التفاضل ده عبارة عن ايه؟ التفاضل ده عبارة عن أول درس اسمه النهايات، والدرس الثاني اسمه الاتصال وقابلية الاشتقاق. سواء كده او كده يا شباب، طبعا النهايات ده عند ادبي بس، يعني انت طالب ادبي عسليا انت بتدرس ايه؟ النهايات فقط لا غير. كلام بسيط جدا جدا جدا. النهايات دي يعتبر المنهج كله، والاتصال ده يا شباب بقيه الدروس. طيب تعال نمسح تاني ونقول احنا هنتكلم في مين؟ في النهايات. يبقى اول حاجه هناخدها النهارده يا شباب النهايات. طيب فين النهايات؟ النهايات بنتكلم عن انواع كتير. الاول تعريف النهايه، ادي اول جزئيه هناخدها النهارده. تاني حاجه طرق ايجاد النهايه، ونشوف طريقه ولا 2 منهم، ويبقى هنكمل على ايه؟ فترات تانية. طب يلا يا مستر نشوف اول حاجه يا شباب. هنتكلم عن تعريف النهايه. ايه النهايات؟ النهايه يا شباب لها رمز. النهايه الرمز بتاعها اللي هو ايه؟ نهايه. ويكتب لك من تحتها كده س تؤول لرقم. س تؤول، يبقى ده كلمة تؤول. طيب وهنا دالة السين، ده نهاية الدالة فين؟ الدالة دي هتروح لحد فين؟ آخرها إيه؟ دي كلمة نهاية. أول جزئية يا شباب في عندي النهاية جبريا، وفي بيانيا. إن شاء الله إحنا في الحصة دي هنناقش النهاية إيه يا شباب؟ جبريا. وبعد ما نخلصها جبريا في الحصة الثانية يبقى نناقشها بيانيا وندردش معاك. يبقى أول حاجة يا مستر طرق إيجاد النهاية أو النهايات جبريا أو جبريا. أول طريقة طبعا يا شباب كل الناس طبعا اللي درس في الموضوع ده، طريقة التعويض المباشر. إيه يا مستر طريقة التعويض؟ لما أجي أقول لحضرتك أول حاجة نهى دال س، والسين هنا مثلا تقول ل5، المفروض حضرتك بتشيل السين هنا وتحط مكانها كام؟ 5. طب يعني ايه؟ يعني لو انا قلت دالة س دي تنفع اي حاجه، حط اي داله في دماغك. اللي هي ايه اي داله مثلا يا شباب؟ زي س مثلا زائد 8. تقدر تقول لي الحسبه كام؟ طبعا يا مستر سهل جدا، دي اسمها طريقه التعويض. حضرتك بتشيل السين وتحط مكانها كام؟ 5. يبقى الاجابه 5 زائد 8 هتساوي كام يا شباب؟ هتساوي 13. طيب تعال نجرب حاجة كمان. تاني نوع نهى مثلا س تربيع زائد 3، والسين تقول للصفر. برضه الموضوع بسيط جدا يا شباب، أي طالب ما تحسش الدنيا صعبة. الرياضة الكلام فاضي وسهل جدا أهو. شيل السين وحط مكانها صفر أس 2 زائد 3 تطلع الناتج صفر، و3 تطلع بكام يا شباب؟ ب3. طيب خد واحدة كمان. نهى مثلا س تقول لصفر برضو، 5 س ناقص 2 على أو 5 س بس على 4 س زائد 1. عوض يا مستر. طيب 5
أنا هعوض على السين بكام يا شباب؟ بصفر. تحت 4 في صفر زائد 1 فوق 5 في صفر بصفر، وتحت صفر زائد 1 تطلع بصفر على 1 بكام؟ بصفر. أول ملحوظة هتعرفها أهي، أي رقم على صفر هيساوي كام يا شباب؟ هيساوي أي رقم على صفر وصفر على رقم. صفر على رقم بكام يا شباب؟ صفر على رقم، خد بالك من المعلومة، صفر على رقم بصفر. طب يا مستر أي رقم على صفر ينفع ده؟ طبعا، دي المفروض كمية غير إيه؟ غير معرفة، كمية غير معروفة أو غير معينة، بس غير معروف أكتر، كمية غير معروفة أحسن. يعني هي غير معروفة، فممكن في وقت معين بتوع الرياضة يكتشفوا لها إيه يا شباب؟ يكتشفوا لها إجابة. لما نخش على بعد كده
دلوقتي يا شباب هنروح على الجزء الثاني، ازاي تقدر لما المسألة بتطلع 0 على 0 بتكمل تجيب انت النهاية. هنرجع نفس المسألة اللي احنا لسه كنا كاتبينها اللي هي ايه؟ انها س تربيع ناقص 25 على س ناقص 5، والسين بتقول لي كام يا شباب؟ للخمسة. كل زمايلكم دلوقتي هيقولوا احنا هنشتغل على التحليل. يبقى الطريقة اللي احنا بنتكلم فيها دي الطريقة اسمها طريقة يا شباب التحليل. طب ما يا مستر احنا لسه واصلين لها اهي، بس القصة كلها انا ازاي هعرف ان دي بتاعت التحليل؟ ليه ما هيروحش في دماغي حاجة تاني؟ طيب التحليل ده بستخدمه لما يكون أس س صغير. أس س ده صغير، أس 2 أو 3 أو غيره. طيب يعني أنت يا مستر هنا هتحل دي بالتحليل؟ هحل دي بالتحليل. عشان كده يا شباب قبل ما أحل هرجع لكم التحليل كله مراجعة كده سريعة هنا اهي، أفهمك إيه التحليل. أول حاجة التحليل ده يا شباب منه نوعين، حدين أو 3 حدود. خلينا في الحدين. حدين يا شباب، النوع الأول في الحدين س تربيع ناقص 25، حاجة اسمها فرق بين مربعين. زيها بالظبط س تربيع زائد 25، زيها بالظبط س تكعيب ناقص 125، زيها بالظبط س تربيع زائد 5 س. كل ده يا شباب تحليل حدين. يعني ايه حدين؟ جزئين. طب حضرتك هتحلل ازاي؟ دي بفتح قوسين، هتحط س وس، ال 25 5 و5، وواحدة فيهم زائد واحدة فيهم ايه يا شباب؟ ناقص. ده اسمه فرق بين مربعين. الجزء الثاني يا مستر دي لا تحلل، عشان احنا كل النهايات بتاعتنا في ايه يا شباب؟ في ح. دي لا تحلل في ح، انما هي تتحلل في الاعداد المركبه والقصه دي. الثانيه دي يا شباب كنتوا حافظينها قوس صغير وقوس كبير، قوس صغير وقوس كبير. دي س اس 3، بحط س هنا واحط هنا س اس 2، مش هما 3؟ طيب ال 125 بجيب جذرها 5 و25. تاني ال 125 5 و25. بعد كده بضرب 5 في س ب5 س. الإشارات بقى تاني، حطيت س وبعد كده ربعتها. ال 125 جذرها ب5 وبعد كده يا شباب ربعتها. طيب بعد كده قلنا ايه؟ جبت دي منين عشان الناس بتتوه فيها؟ بضرب 5 في س. الإشارات زيها عكسها موجبة طول عمرها، زيها عكسها موجبة طول عمرها، اوعى تنسى. هنا دي يا شباب حاجة اسمها العامل المشترك. العامل ايه يا شباب؟ المشترك. كلام بسيط جدا ملوش لازمة. هنا س اس 2 وهنا ايه يا شباب؟ س. باخد س بس واحدة بره. اشمعنى يا مستر س واحدة؟ ابو اس صغير، الاس الصغير. طب لما خدت س بره اشطب عليها، اتبقى لي كام؟ س زائد 5. واحد هيقول لك يا مستر انا ما فهمتش، دي اس 2 ودي اس 3 ودي اس 1 قصدي، خدت الواحد بره، دول 2، اما خدت واحده اتبقت ايه؟ واحده، والخمسه نزلت. ده كده التحليل كام؟ اللي هو حدين. طب فيه 3 حدود؟ يا مستر فيه 3 حدود اهو، 3 حدود. مين ال3 حدود؟ لما اجي اقول لك س اس 2 زائد 5 س زائد 6، س اس 2 زائد 5 س ناقص 6، 2 س اس 2 زائد 5 س زائد 3. ده 3 حدود. يعني ايه 3 حدود يا شباب؟ حد 2 3 على طول. ده بتفتح اقواس، هتحط س وس، كام في كام ب6؟ 2 في 3. واحد يقول لك يا مستر انا مش فاهم، ده حاصل الضرب وده الجمع، كام في كام ب6؟ 2 في 3. مجموعهم كام يا شباب؟ مجموعهم 5. الإشارات الأخير هنا إيه؟ موجب، الاتنين زي اللي في النص، يبقى الأخير موجب، القوسين شكل الوسط. القوسين شكل يا شباب الوسط. طيب التاني نفتح قوسين برضو س وس، كام في كام ب6؟ واحد هيقول لي ما 2 في 3، اقول لك غلط. كام في كام ب6؟ 6 في 1. اشمعنى؟ انا عاوز رقمين، ده الضرب،
وده الطرح. عاوز رقمين ضربهم كام؟ 6 وطرحهم كام؟ 5. الإشارات فين الكبير؟ الكبير اهو، ياخدوا اللي في النص والتاني عكسه، يبقى الأخير سالب، الأخير سالب اهو، سالب، الكبير ياخدوا اللي في النص والآخر عكسه. دي يا شباب تقريبا نص، يعني نص الثانويه العامه محدش بيعرف يحللها. عشان تيجي تحللوها ناس كتيره جدا ما بتعرفش تحلل. بفتح قوسين، سهله جدا. دي كام في كام؟ 2 في 2، الاتنين دي 2 في 1 قصدي 2 س 1 س. يبقى انت بتركز على الاول وعلى الاخير. طب والتلاته؟ 3 في 1. طب يا مستر تعالى نعملها كده، 3 في 1 كده بص. طب واحد كده هيسال في دماغه دلوقتي يا مستر طب مجموعهم مش 5. بضرب البعاد واضرب ايه يا شباب؟ القريبين. طيب افرض ما جاتش زي اللي مش جاي دي، باجي ماسح دول كده اهو وابدلهم. التلاته دي كام في كام؟ 3 في 1. الاشارات طيب كده واحد يقول اتظبطت، اضرب البعاد 2 في 1 ب2، 3 في 1 ب3، مجموعهم كام يا شباب؟ 5. تاني بقى اهو، انا مسكت الاول ومسكت ايه؟ الاخير. الاتنين 2 في 1، التلاتة 3 في 1. الإشارات الأخير إيه؟ موجب، يبقى زيه زي ده. الأخير موجب يبقى الاتنين زي الوسطاني، يبقى الاتنين بالزائد. ده يا شباب كان ملخص بسيط عن التحليل، بيفهمك حدين وثلاث ايه حدود. طب يا مستر فيها ب4 حدود؟ في، بس هحل لكم فين؟ في المسائل. نرجع لمسألتنا تاني اللي هي دي، اللي هي ازاي اعرف احل دي. احنا قلنا اي مساله بتجيلك يا شباب بتعوض. قلنا ايه؟ طلعت ناتج زي التعويض اللي احنا خدينه في اول الفيديو، تمام. طلعت بصفر على صفر زي اللي احنا قلنا عليه، لازم استخدم ايه؟ التحليل. استخدم ازاي التحليل؟ طبعا سهل جدا يا مستر، الحل بسيط. النهايه بتنزل، تفتح قوسين عشان ده يا شباب يتحلل، س وس، ال25 5 و5، واحدة زائد واحدة ناقص، وتحت تنزل س ناقص 5 والسين تقول لل5. في حاجة تمشي مع بعضيها؟ في حاجة تتحذف اهو. اللي اتحذف ده يا شباب حاجة اسمها العامل الصفري. بعد ما اتحذف خلاص كده احنا حذفنا من الباقي. الجزئية دي شيل السين وحط مكانها 5، يبقى 5 زائد 5 بتساوي كام يا شباب؟ 10. حاجة تاني، انها س تربيع ناقص 7 س زائد 10، وتحت س تربيع ناقص 5 س ناقص 6 أو زائد 6، والسين بتقول لي كام يا شباب؟ السين بتقول لي الاتنين. تمام. هحاول أعوض وأظبط أموري وأشوف الناتج كام عشان نظبط الدنيا معاك. طيب يلا حلل كده معايا. برضه هنا هعوض هتطلع بكام يا شباب؟ المفروض 0 على 0 من غير ما أحل. يلا نحلل. يبقى أنا واحد دلوقتي بيسأل نفسه يا مستر أنت ليه حللت؟ عشان اتفقنا يا شباب التحليل لما بيكون س أس صغير يا 2 يا 3. طب ما أس 2 أهو، أو أس 3 برضه بسيطة. يلا شد خط، حلل يا ريس، افتح قوسين. طبعا دي مسائل سهلة خالص يا شباب، أنا ما اديتكش حاجة صعبة. س وس، ال10 2 و5، الأخيرة موجب، الاتنين زي اللي في النص، الأخيرة موجب، الاتنين زي اللي في النص. انزل تحت، س وس كام في كام؟ ب6، قلنا 2 و3. الأخيرة موجب، الأخيرة موجب، بصوا يا شباب الأخيرة موجب، الاتنين زي اللي في النص. بعد كده في حاجة شكل بعضها لازم يطلع حاجة، قلنا ده اسمه العامل ايه يا شباب؟ الصفري. اللي اتبقى دول هنا طبعا س تقول للاتنين. ولاحظ طول ما بحلل، طول ما المسألة فيها س يا جماعة لازم اكتب ايه؟ بكتب النهاية. بعد كده حضرتك هتعوض، يبقى 2 ناقص 5 على 2 ناقص 3 تطلع بكام يا شباب؟ هتطلع بسالب 3، وتحت سالب 1 هتطلع الناتج ب3. طبعا زي ما انت شايف كده مسائل ايه، انا ما اديتش اي حاجه صعبه خالص. ان شاء الله يا شباب الكتاب بتاعي هتلاقي فيه PDF نزلك في اخر الفيديو اللي هو انا ماسكه في ايدي ده، ان شاء الله هتلاقيه موجود عندك عشان لو في حد ناقصه حاجه، حد حب يذاكر حاجه، حد ملخبط في اي جزئيه نحلها. طيب تعال نروح لجزئيه تانية. فين يا شباب الجزئيه التانية؟ تعال نتكلم لو الراجل جايب لي جذر. احنا لسه في التحليل. انها س أس س زائد جذر س ناقص 12، وتحت س ناقص كام يا شباب؟ ناقص 9.
والسين تقول ل9. طلبة كتير جدا تقول لك احنا هنحلل دي ازاي؟ طبعا دي يا شباب حاجات بسيطة كده في التحليل عشان تلخبط الحال وانت تبقى لامم المسائل الصعبة. طيب ايه الحل؟ هنا يا شباب بحلل دي ازاي؟ اول حاجة انا دايما بحلل اس 2. هنا يا مستر دي اس 1. طب مش دي اس 1؟ طب ما انا ممكن احللها اعملها س اس نص وس اس نص. ينفع؟ ينفع. طب ما س اس نص دي ممكن واحد يقول لك لا ده انا ما اعرفش اكتبها كده. ما س اس نص دي اللي هي جذر س. طب يبقى دلوقتي انا عاوز افهمك دلوقتي يبقى س اس نص حلها ايه؟ جذر س. س اس نص. طب يلا كده تعال نحلل. هنحلل انها افتح قوسين السين دي جذر س وجذر س ال 12 3 و4. واحد يقول لي يا مستر طب دي ايه دي؟ ما انت لو فكيت يا معلم يا ذكي يا دكتور هتطلع لك اللي في النص. طب الاشارات الاخير ايه؟ سالب. الكبير زي اللي في النص والتاني عكسه. طيب واحد ذكي كده يقول لي حلل دي ازاي؟ هروح احلل مش هعرف احلل ولكن هي سهله جدا. بفتح قوسين. اتفقنا دي س. قلنا تحليل س ايه؟ جذر س وجذر س. التسعة 3 و3. واحدة زائد واحدة ناقص. واحدة زائد واحدة يا شباب ناقص. وما تنساش هنا س تقول لل9. في حاجة شكل بعضيها في حاجة دول مشوا مع بعض. طيب طالما حاجة مشيت نعوض يبقى فوق جذر 9 زائد 4 وتحت جذر 9 زائد 3. عوضت عن السين دي يا شباب والسين دي بال9. فوق هتطلع ب7 وتحت هتطلع بكام؟ ب6. طيب فين هنا سؤال الامتحان في التحليل؟ سؤال الامتحان. سؤال الامتحان يا شباب هو بيعتمد على القوس اللي هو يقول لك نهى وليكن 2 س ناقص 5 أس 2 ناقص 25 وتحت 6 س والسين تقول ل0. طبعا ده يا شباب حاجة مهمة جدا ومش كل الطلبة تعرف تحله يعني. في طالب يقول لك أنا هفك القوس مظبوط. في طالب تاني يقول لك يا مستر طب ما تيجي نحلل. ازاي نحلل؟ سهل جدا الحل واحدة واحدة بس. هنفترض دي يا شباب دي كلها كده مربع اهو. مربع بص. مربع اس 2. لما اجي احلل بفتح قوسين احط المربع يمين وشمال اهو يا عم اهو نرسمه لك اهو مربع حتى اهو. طيب وال25 5 و5. واحدة زائد واحدة ناقص. وتحت ما تتحللش. يا مستر انا نسيت حاجة. نسيت ايه؟ النهاية اهي والسين تقول ل0. طيب اكتب بقى اللي جوه المربع. اللي جوه المربع 2 س ناقص 5 2 س ناقص 5. حاول تختصر. دايما تروح على اللي فيها اختلاف في الاشاره. واحده سالب واحده موجب يطيروا مع بعض. طب كويس يا مستر يعني واحده موجب وواحده سالب مشوا مع بعض. طب والسين اللي فوق دي مشيت مع السين اللي تحت دي. طب ازاي بقى ايه الباقي؟ الباقي ان هي نزلت اهي. 2 س نزلت ناقص وناقص يبقى ناقص 10. والاتنين اللي جنب السين اهي والستة اللي تحت اهي والسين تقول لكام يا شباب؟ ل0. ابدأ أعوض. دي ب0. 10 في 2 ب20. اوعى تنسى السالب على الست. عاوز تختصرها على الاتنين على الاتنين تطلع بسالب كام؟ بسالب 10 على ال3. خلصت السؤال. تمام. لسه احنا في الموضوع بتاع التحليل والتعويض ده. هنديكم بعض المسائل بقى احنا بنسميها ايه يا شباب؟ يبقى احنا النهارده اتكلمنا في النوع الاول تعويض مباشر. النوع الثاني اسمه التحليل زي ما انت شايف كلام سهل. دلوقتي هديك ايه؟ فنيات ومسائل اللي هي اللفه اللي بسميها احنا مسائل ايه يا شباب؟ مسائل القرش. هنروح دلوقتي على الفكره رقم 3. يا جماعه احنا رايحين للفكره ايه؟ الفكره الثالثه اللي هي احنا اتفقنا اسمها الغاز وبنسميها احنا الغاز ايه يا شباب؟ الغاز القرش. تمام. طيب اول حاجه دول كام مساله كده على الفكره ولا الفكرتين اللي احنا خدناهم بس ممكن يكونوا فيهم شويه شغل شويه. المساله الاولى لو جيت سالتك نهى 3 الف تطلع بكام؟ يا مستر انا مش عارف. يا مستر مش عارف. هو في س عشان اعوض عنها؟ لا مفيش س. الاجابه 3 الف. ودي بيسموها يا شباب داله ثابته. داله يا شباب ثابته. يعني نهى د س وهنا س تقول لاي رقم هتطلع هي د س. بس إذا كانت د س دي دالة يا شباب دالة ثابتة. رقم ثابت يعني مقدار ثابت. زي هنا 3 ألف طلعت برضو ب3 ألف عشان ده ما فيهوش س نعوض عنه. طيب إيه اللي بعده؟ اللي بعده يا شباب المسألة الثانية
حلل. طب ما انا احلل في ثانيه. طيب افتح قوسين، اتفقنا لسه التحليل يا شباب لسه قلتهولك دلوقتي، بركز على الاول وعلى الاخير. دي كام؟ 2 س وس اللي هي الاولى. كام في كام باتنين؟ قلنا 2 في 2 ولا 2 في 1؟ 2 في 1. اشاره الاخير موجب الاتنين زي اللي في النص، وتحت تنزل زي ما هي، وما تنساش النهايه، والسين بتقول للاتنين. حاول تختصر. اتبقى س، عوض عنها بكام يا شباب؟ باتنين. يبقى 2 في 2 ناقص 1. عوضت عن السين بكام يا شباب؟ باتنين. 2 في 2 ناقص 1 تطلع ب3. اللي بعده يا مستر دي محتاجه ممكن ايه؟ يجوز تقسيم النهايه، يعني انت ممكن تخلي النهايه تتقسم على دي وعلى دي. ازاي يعني يا مستر؟ اهو نها 5 على س زائد نها س تربيع ناقص 3 س على س. تمام. وطبعا هنا الس تقول ل3. يعني يا مستر ينفع تقسم النهايه؟ ينفع، كلام سهل خالص. الاولى تعويض مباشر، يبقى 5 على 3. الثانيه سهله جدا، فيها تحليل. في مستر فيها تحليل. النهايه تنزل، خد س مشترك. طب اشمعنى س مشترك؟ عشان هنا س اس 2 وهنا يا شباب ايه؟ س. يتبقى لي س ناقص 3. طلبه كتير جدا خاصه الجماعه الاساتذه بتوع ادبي يقول لك يا مستر انا مش فهمتش دي، من الصغيره س اس 1 خدها بره واشطب عليه. طب دي س اس 2 خدنا منها واحده، اتبقى واحده واتبقت ال3، وتحت تنزل زي ما هي. س ناقص 3 مع س ناقص 3. طبعا الباقي ده كام يا شباب؟ الباقي قلنا هنعوض، يبقى 5 على 3 زائد س ب3 يبقى 3. واحسب حساباتي اشوفها بكام، هتطلع ب14 على كام يا شباب؟ على 3. نكمل. دي ايه يا مستر الحاجه الغريبه اللي انت مديها لنا دي؟ احنا ما خدناش س اس سالب 1. اي س اس سالب 1 كده يا شباب بالضرب فيها. يبقى انا هضرب فوق في س وتحت في س. انا عملت كده حاجه اشمعنى؟ عشان احاول اخلص س دي. اضرب س في دي 3 س اس 2. هنا في حاله الضرب جمعت الاسس. اضرب س في دي ب2 عشان لما اجمعهم يطلعوا س اس كام؟ صفر. انزل تحت. س في س س اس 2. س في دي ب4. وما تنساش النهايه والسين تقول للصفر. طيب اعوض فيها تحليل؟ لا ما فيهاش تحليل. قلنا الزائد يا شباب ما بتتعوضش، او الزائد ما بتتحللش. طيب عوض في دي بصفر وعوض في دي بصفر، يبقى الناتج 2 على 4 تطلع بكام يا شباب؟ بنص. سهل جدا. هنا يا شباب المساله دي مساله برضو بسيطه جدا. هو زي يكون مديك معلومه بتساوي 4. تقدر انت يا مستر تجيب لي س؟ اقدر اجيب لك س. بالمنطق هي ممكن تتحل بطريقتين، ده بالمنطق. من غير المنطق انا هحلها لك ايه؟ باكتر من طريقه يعني. طيب نشوف المنطق. دي مقامها كام؟ 1. اضرب مقص. ودي طريقه غريبه شويه. 1 في دول بدول. 4 في س ب4 س. 4 في 3 ب12. تمام يا شباب. بعدين ودي دي بعكس الاشاره، يبقى ده س تساوي 4 س ناقص 12 زائد ناقص يبقى زائد 7. تمام كده؟ تمام. بعدين اجمع د س تساوي 4 س ناقص 5. يبقى دي الداله. يبقى حضرتك هتشيل الداله دي كده وتحط مكانها الكلام ده، تحط مكانها نها 4 س ناقص 5. لما السين بتقول لي كام يا شباب؟ بتقول لي 3. يبقى الاجابه كام؟ 4 في 3 ب12 ناقص 5 تطلع بكام يا شباب؟ 7. دي طريقه القرش اهي، طريقه القرش، طريقه المعاصر. طريقه سهله جدا برضه يا شباب، حاجه ملهاش لازمه. لو جينا اتكلمنا اي مساله بالشكل ده كده، المساله دي عشان تكون معرفه وتطلع بناتج، يبقى اللي فوق ده المفروض ما يساويش الصفر. فانا اعتبره بيساوي الصفر. يبقى د س ناقص 7 بتساوي كام يا شباب؟ صفر. ودي دي بعكس الاشاره، يبقى د س بتساوي 7. جبت د س ب7، يبقى انا عاوزناها د س، يبقى اما س بتساوي 3 شيل السين حط مكانها 7، يبقى الاجابه 7. يعني بالبلدي يا شباب بتاخدوا اللي فوق ده تساويه بيه يا شباب بالصفر.
وكده يا شباب انا قدرت اخلصت لكم الدرس الاول اللي هو كان عباره عن التعويض والتحليل وبعض المسائل الغريبه شويه. ولو انت عاوز تزود مسائل معانا على قناه التليجرام ان شاء الله هتلاقي فيه مسائل كتيره وهتلاقي فيه مدرسين كتار، وان شاء الله ربنا يكرمكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع بتاع حصه تانية ان شاء الله نظبطها معاكم ان شاء الله.